عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتتبعين ديالي، مرحبا بالناس الجداد، كنرحب بكم كاملين وكنشكر المتتبعين ديالي بزاف اللي كيساندوني وكيشكرا على التعاليق ديالكم الزوينه. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو مهم بزاف على هاد الفرفاره هذه. غادي نهضر لكم على المميزات ديالها. هاد الفرفاره خديتها العام اللي فات. فكيف ما كتعرفوا فصل الصيف كترتفع درجة الحرارة بزاف. كتوصل في بعض المدن حتى ل 47 48 49 بحال مراكش، بحال بني مليل، بحال قلعة سراغنة. فانا خديتها العام اللي فات من مراكش. هنا الحراره عندنا مرتفعه بزاف. خديتها من مرجان. غادي نتكلم لكم عليها كامله وعلى المميزات ديالها وجميع المعلومات المرتبطه بها. اول حاجه غنبدا بها هي الطريقه اللي كتجي بها هاد الفرفاره. فهي فرفاره هوائيه وفرفاره كتخدم كذلك بالفابور، يعني على حسب نتوما شنو بغيتو، واش بغيتوها تبقى يعني تخدم غير بالهواء، او لا بغيتوها تخدم بالهواء وتخدم بالفابور يعني بالرذاذ، يعني كدير حتى واحد البخار ديال الماء كتخرجوا من هنايا من هاد الدوره هذه. اول حاجه فاش كتجي من المرجان كتجي مفصله، كتجي هذه بوحدها، وكتجي هاد الاسطوانه بوحدها، وكتجي كذلك هاد الطابله هذه بوحدها. من بعد نتوما كتركبوها كامله كتوقفوها. فاش كتوقفوها كتولي على هاد الشكل هذا، بحال هاد الشكل هذا. التيو ديالها اللي كيدوز البخار ديال الماء، وهنايا لتحت كاين الماء. هاني غادي نوريكم كلشي غادي نوريه لكم في هذا الفيديو ان شاء الله. غير تبعوا معايا من الاول حتى الاخر باش تعرفوا عليها مزيان. هنا اول حاجه فاش كتبغوا تشروها، يعني انا كما قلت لكم ما عرفتش قلتها ولا لا، خديتها من مرجان العام اللي فات. مهم كي يعني كيشرح لكم السيد اللي باع لكم هاد الفرفاره، كيشرح لكم الطريقه ديال التركاب ديالها. اولا كاين واحد الكتاب كيجي معاها في الكرتونه ديالها، كيوريكم الطريقه ديال التركاب ديالها. راه كتجي حتى للدار، راه ساهله، يعني ما يعني سهله بزاف التركاب ديالها. هنا نوريها لكم من اللور كيفاش دايره. هي هذه من اللور ديالها، ها هو التيليكوموند ديالها كيكون هنايا، هذه بلاصتو باش ما يتوضرش على هذا الشكل. هنايا هاد البلاصه فاش كتحكموا في الفرفاره، وكذلك نفس هاد المميزات اللي كاين هنا كاينين هنايا. هذه بلاصه تاع الماء غنوريها لكم، وهذا البريز ديالها تقريبا فيه 180 متر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الفرفاره، ها هي لداخل اللي كنتو كتشوفوها، ها هي لداخل. هنايا هاد البلاصه المدوره، هاد الجنيبات هما اللي كيخرج منهم البخار. سميت هاد هي الماركه. هنايا هذا هو التيو اللي كيدوز الماء. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا ممكن نشعلوها. هنايا من هنا كاين تحكم، هنايا اون الا بينا نشعلوها بحال هكا، ولا بغينا نطفوها كاينه اوف. وهاد المميزات يعني هاد لي بوطون اللي كاينين هنايا راه هما اللي كاينين هنايا في التليكوموند. غادي نشرح لكم التليكوموند حيت بزاف الناس كيستعملوا التليكوموند. ماشي ما غطرش انك تمشي حتى لعند الفرفاره وتصايبها من هنايا، فقط كتبقى عندك تليكوموند وكتحكم فيها، انت جالس بعيد وممكن تحكم فيها. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا في الشاشه، هنا راه كيعطوكم هنايا سبيد يعني السرعه شحال بغيتي. هنا كاين 3 مستويات، كاين المستوى الاول والثاني والثالث، ها هي في احدى الفرفاره اللي شفتوها. وكاينه طومبيراتور يعني الحراره، راه كيقيسوا لكم حتى درجه الحراره اللي كاينه عندكم. هنا تقريبا كيقول لك عندك 32 درجه، عندي هنا في الدار دابا 32 درجه. وهنا كيعطيكم واش نورمال، واش بغيتوه سليب يعني باش بغيتوه يعني نورمال يعني عادي، ولا بغيتوه يعني الريتم هابط ديال داك الدوران. المهم انا غنشرح لكم الطريقه ديالي. المهم هنا غادي نبدا معكم. اول حاجه كيف ما كتشوفوا معايا
هنايا كاينه اوف بلاتي. الا بغينا نطفيوها، هنايا كاينه اون ننزل الا بغينا نشعلوها. كذلك كاين هنايا سبيد يعني السرعه. هنايا الا بغينا نزيدو في السرعه، هاي الثاني كيف ما كتشوفوا معايا. الثالث بغينا نقصو كنديرو 1. هنا كتبان السرعه في الفرفاره. هنايا مود يعني يعني الشكل اللي بغيتو، واش بغيتوه هنا عاطينكم ناتوريل يعني طبيعي، هواء طبيعي، اولا بيتوه سليب يعني سليبينغ يعني خافت شويه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا راه كدور خافته شويه ليها. بغيت ندير مثلا مود، بغيت ندير هنايا نورمال يعني عادي. عندكم ملي كتشوفوا معايا راه ما كديرش الصوت، ما كديرش شي صوت كبير بزاف، يعني خفيفه ما فيهاش صداع. وهنايا غادي نجيو، هذا يعني تقريبا ما عندوش شي دور. هنايا سويانغ. شنو كتعني سويانغ؟ هي انه الفرفره ديالك مثلا كدور، يعني عندها اتجاه كدور على اليمين وعلى اليسار. يعني الا بغيتي مثلا شي صاله كبيره تدور فيها الهواء فكدور بحال هكا. ممكن توقفها بهادي نيت بسويانغ حتى هي نفسها كتبقى في نفس الاتجاه اللي وقفتيها فيها. هنا تايمر كتعني الوقت. يعني هنا كتشوفوا هنايا تزادت الساعه، عفوا هنا تزادت الساعه. بغيت نزيد مثلا ساعتين، يعني بغيتها تخدم ليا ساعتين وتوقف 3 السوايع. هنا راه عندنا حتى 8 السوايع كيف ما كتشوفوا هنا من ساعه حتى 8 السوايع. وهنا يعني هنا ما درتش لها انا الساعه حيت بغيت نخدمها غير شويه مثلا وبغيت نتوقف. فهمتوني؟ دابا هنا غادي ندوز لكم هذه اللي مهمه بزاف واللي غتعاونكم بزاف في الحراره. سبراينغ. هاد سبراينغ شنو كتعمل؟ سبراينغ كليكي عليها، ها انتم كما كتشوفوا معايا هنا راه كدير هذاك البخار اللي كيكونوا فاش كتمشيو مثلا للسناكات كيكون الحراره، فكيكون هاد توصيكم من هاد الجهه باش يبان لكم كيفاش. ها هو كيخرج من الجناب. هنا راه عباره عن رذاذ ولا عباره عن هذاك الماء اللي كيكون لتحت كيخرج بحال هكا. بغيتو توقفوها كتوقفوها من هنايا من سويانغ اولا من سبراينغ عفوا. من هنايا صافي كيحيد هاد البخار كيحيد ما كيبقاش كيف ما كتشوفوا معايا. صافي تقريبا هادو هما المميزات راه نفسهم كاينين هنايا. هنا غادي تجيو كذلك غتلقاو سويانغ، غتلقاو سبيد سرعه، هي غتلقاو سبراينغ، غتلقاو اوف باش غطفوها. يعني نفس هادشي اللي كاين في التيليكوموند كاين هنايا. والشاشه راه غادي تبان لكم يعني غتوضح لكم. دابا غادي دوزو البلاصه اللي فيها الماء. يعني ممكن انكم ديروا الماء، ممكن ما ديروش. الا بغيتو داك الفابور بغيتو الرذيذ ممكن تجيبوا الماء ديروه. هو هذا، هذه هي بلاصتو. غادي نطفيها. هذه هي بلاصه الماء، ها هي كما كتشوفوا معايا. نخرجها كتحطش بحال هكا، كتجبد بحال هكا وكتحط بحال هكا. هذه هي بلاصه الماء كيف ما كتشوفوا معايا. كتجيبوا واحد القرعه بارده. طريقه الاشتغال ديالها كتجيب واحد القرعه بارده عفوا بحال هذا الشكل هذا مثلجه مكلاصيه، اولا كتجيبوا مكعبات تاع الثلج. مهم تكون بارده باش هذاك الهواء ملي يدوز بارد. هنايا كيفاش كتعمروها؟ كتشدوا هاد القرعه هذه وفيها هاد العيبه هذه كتحلوها. سمحوا لي نحلها ونعاود نرجع لكم.
صافي هاني حليتها، هي كتحل بحال هكا بحال هكا، كتحل كتخوى فيها الماء، كتعمر بالماء، كيكون الماء بارد، كتسدوها بحال هكا مزيان و كتدخلوها بحال هكا. بحال هكا كتدخلوها كتثبتوها مزيان. هنا هذا هو الباب ديالها باش كتحلو كتسدو. هنا راه ما كيبان لكم والو، هنايا وقت هكا من كتسد ما كيبان والو. هنايا بعض المرات ما كتكونوش مثبتين هاد البلاصه مزيان، كتبدا كتسيني، يعني الا كانت فيها شي مشكل هي باش مزيانه. ملي كيكون شي مشكل مثلا ما خداماش، يعني مزعزعه شويه مفافيه، او لا مثلا هاد الماء ما مقادش مزيان، او لا هنا كتبدا كتسيني فاش فيها شي مشكل كتبدا تسيني ليك. دونك انت كتقلب على المشكل، يا اما الباب مسدود ولا شي حاجه، فانت كتقلب على المشكل وكتصايبو وكتقاد. المهم هي ما خاصهاش تبقى تزعزع بزاف باش ما تخسرش. وكيف ما قلت لكم، فهاد الماء اللي كيكون لتحت راه هو اللي كيطلع من هنايا من هاد التيو هذا، وكيعطي داك البخار، فهي كتبرد مزيان صراحه. نفعتني في هاد الحراره صراحه. يعني فلوسها حلال. خديتها كيف ما قلت لكم من مرجان. راه كاين ولاو فرفارات بزاف بحالها، ولكن ماشي نفس الخصائص. هنا راه لاحظوا معايا هذه الاسطوانه ديالها كبيره، راه كاينين شي فرفارات اللي كتكون الاسطوانه ديالهم صغيره. ردوا البال، لا حيتاش غتقدر تكون اقل جوده منها. المهم نتوما خصكم تقلبوا مزيان وتعرفوا شنو كتاخذوا. هنا نسيت ما قلتش لكم، هنايا راه عندها هاد الطابله ديالها راه كتحرك، يعني اللي بغيتو تحركوها بسهوله، يعني بلا ما تهزوها كتبقى. وهذه راه كيف ما قلت لكم هذه راه كتحرك من اليمين واليسار، يعني اللي بغيتو الهواء في اليمين واليسار، بغيتو يدور على الدار كامله اولا على الصالون كامل، فكيدور، يعني غير بتيليكوموند كيف ما قلت لكم. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون ما نسيتش شي حاجه، يعني حاولت انني نقول لكم كل شيء بلاش نوريكم الكرتونه، هي اللي نسيت موريتهاش لكم الكرتونه ديالها كيفاش دايره. فوالا هي الكرتونه ديالها كيف ما كتشوفوا، انا جبتها لكم تشوفوها معايا. هي نوريكم هنايا، هذا واحد الفصرة مهم هنايا كيف ما كتشوفوا معايا. هما داير لكم ايكران افيك بوطون، وهنايا دايرين لكم تيليكوموند. هنا داير لكم انك تدور 90 درجه، يعني كتشوف في اليمين وفي اليسار، يعني ممكن تغيروا الاتجاه. هنايا داير لكم كذلك هذاك الفابور، داك الرذاذ هو داير لكم. وهنايا كذلك كيقولوا انها يعني كتحارب الحشرات، فعلا كتحارب الحشرات. وهنايا نقلب الكرتون ديالها خفيفه. هنا كذلك ها نتوما شوفوا راه كيعطونا فيها الكراتن، وكيعطوا فيها في الكراتن كيعطوا هاد الفرشيات هادو باش ما تهرش. وهنا راه كيف ما قلت لكم كيعطوا واحد الكتيب، هاد الكتيب ها هو شفتوا، ها هو سميتوها مروحه الرذاذ. راه كاين هاد الكتيب هذا باللغه العربيه وكاين باللغه الفرنسيه. هيا نحل لكم هاد الكتاب كيف ما كتشوفوا معايا. هنا راه شارحين حتى الطريقه كيفاش كتخدموا، طريقه كذلك حتى ديال التيليكوموند. المهم هنا راه شارحين كل شيء، طريقه الاستعمال في الكتيب هذا. فوالا هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. دمتم في امان الله. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم، وكذلك ما تنسوش تخلوا لي جيم. دمتم في امان الله مره اخرى، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.